السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام دايما يا رب. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي نرجع الملفات اللي معمول لها حذف، او ازاي اقدر اشوف الملفات، عذرا مش اللي معمول لها حذف، اللي معمول لها هيدن او اختفاء. ازاي اقدر اشوف الملفات اللي احنا عملنا لها هيدن في الحلقة اللي فاتت، يعني ان احنا عملنا لها اخفاء، سواء كانت صورة، سواء كانت ملف رار، سواء كان تكست، سواء كان فولدر. طيب، اول حاجة زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات، احنا عملنا هايد للملفات اللي هنا بحيث ان احنا محدش يقدر يشوفها غيرنا. طيب انا عايز اجيبهم دلوقتي، انا داخل اهو وشايف ان الفولدر بيقول لي امبتي. طيب بجيبها ازاي؟ يلا بينا نشوف. احنا كده فتحنا الفولدر بتاعنا. هتيجي في الفولدر بتاعنا في الفيديو كده فوق، هتلاقي في البار فوق هتلاقي حاجة اسمها فيو، بتدوس عليها. بعد ما تدوس على فيو بتلاقي في الشو اند هايد هتلاقي حاجة اسمها هيدن ايتيمز. لو دوست عليها كده علامة صح هيجيب لك الملفات المخفية في الفايل هنا. طيب دي الملفين اللي احنا عملنا لهم اخفاء الفقرة اللي فاتت. طب انا عايز ارجعهم تاني بحيث لما اخش على الفولدر الاقيهم على طول. بتدوس كليك يمين على كل واحد بروبرتيز، نفس اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، بس احنا هنا جينا علمنا علامة صح على كلمة هيدن. هنشيل علامة الصح من على كلمة هيدن وندوس على ابلاي وبعدين اوكي. بنلاقي ان الملف ظهر معانا في الفايل. طيب لو احنا جينا هنا خرجنا من الفولدر ودخلنا تاني، لقينا ان الملف ظهر معانا زي ما احنا عايزين. نرجع برضو الملف التاني، دوسنا على فيو وبعدين هيدن ايتيمز، كان الملف ده هو اللي لسه مختفي معانا. تمام، ونعلم على هيدن ابلاي وبعدين اوكي. طيب نخرج برا الملف وندخل تاني كده. احنا رجعنا الملفات تاني بعد ما عملنا لها هيدن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك معنا في القناة، تدينا اللايك والكومنت الجميل. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم.